تستعد العاصمة الرباط لاحتضان ملتقى محمد السادس لألعاب القوى، رابع محطات الدوري الماسي، الذي يقام يوم الأحد المقبل في الملعب الأولمبي التابع للمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله، والذي سيفتتح رسميا بعد إنجاز أشغال تجهيزه. ويشارك في الملتقى 16 عداء وعداء في مختلف الفئات، حيث تنطلق المنافسات بمسابقات وطنية في سباق 200 متر للسيدات والرجال، وأيضا في مسافة 800 متر للصنفين، ومثلها في سباق 1500 متر و400 متر للرجال. ويشارك في مسابقة الوثب العالي البطل المغربي حمودة سعد، كما تشارك البدرة سلمى في سباق 1500 متر للسيدات، ثم مشاركة الثنائي المغربي لقصة عبد العاطي والعسال عبد الرحمن في سباق 800 متر. في باقي المنافسات ستعرف أيضا مشاركة كبيرة للمتسابقين المغاربة، حيث يشارك البوسيري وليد في سباق 400 متر، وأربعة عدائين في سباق 1500 متر، وهم أنس الساعي ومجاهيد الحسن، وكذا رزق حفيظ والصديقي عبد اللطيف. سباق 800 متر للسيدات سيعرف مشاركة كل من رزيق آسيا وحج سكينة أمام بطلات عالميات، فيما تختتم منافسة الملتقى الماسي بسباق 3000 متر موانع، الذي سيعرف مشاركة 5 أبطال، في مقدمتهم البطل الأولمبي والعالمي سفيان البقالي، وهم محمد تندوفت والمصطفى فايد وعبد الرفيع بولعسل وبن يزيد صلاح الدين. فحظا للمشاركة المغربية في الملتقى الدولي محمد السادس لألعاب القوى، كما سيشارك أبطال عالميين من جميع أنحاء العالم.